السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جايين مع بعض كده هنعمل حاجة بديل خط النبل. طبعا عارفين خط النبل مشاكله كتيرة، الناس بتقعد تشتكي ان خط النبل بيتسد، بيحصل فيه مشاكل كتير، ساعات بيسرب ويغرق الدنيا مية وكده. فجايبين النهارده مع بعض بديل أوفر وأفضل. البديل دوت اللي هي السقايات الأوتوماتيك، السقايات الأوتوماتيك دي اللي هي بتاعت الحمام. لو أنت من سكان القاهرة والجيزة عندك سوق السيدة عيشة موجود فيهم، وموجود برضه على الناس اللي بتاعت مستلزمات الدواجن، بس يعني مش كتير قوي هتلاقيهم عند الناس بتاعت الحمام والدواجن السقايات دي. الفكره كلها ان السقايات ده هي انت عندك اهو في هنا مشترك اهو اللي هو حرف التي ده، تمام كده بيتوصل، ومعانا الخرطوم ده هو بيركب هنا كده، تمام. بنوصل طبعا ما بين كل واحد والتاني بالمشترك ده. عندنا الجردل بتاعنا اهو هنفتحه ونعمل فيه الميه زي سابقه خط النب كده وتحط فوق. الفكره كلها ان السقايه دي اول ما تبدا تتملي هي فيها هنا اهوت زاويه كده تحت، اول ما تبدا تتملي بتنزل لتحت، لما بتنزل تحت هتقفل. عندنا اهوت يعني بص هنا كده، هي كده دلوقتي بتطلع، اول ما انا هنزل تحت كده قفلت، فهي اول ما بتتملي هنا بتقوم قافله. يبدا لما الطير يشرب منها والميه تقل تخف فترفع لفوق يرجع يملى تاني. طبعا انت هنا لما تيجي تجيب الخرطوم ده هو هتلاقيه برضه على الناس اللي بتبيع الحاجات دي، ولو ما عندهوش ممكن تجيبه عند الموان. الخرطوم ده كده كده اللي هو بيتعمل بيه فكره الميزان الميه بتاع الكهربائيه والبنايين، فده كده كده ممكن تجيبه من عند الموان عادي، بس هاته اللي هو الشفاف زي كده عشان لو في اي مشكله حاصله تعرف تشوف من الخرطوم المشكله فين وتعالجها. وطبعا نظافه الخرطوم ده تبقى سهله، حتى لو حصل فيه اي مشكله نتيجه مثلا لو انت بتدي ادويه او اي حاجه هيبقى سهل جدا ان انت تنظفه، انك هتشوف المشكله فين. طبعا دي عمليه اكتر. السقايه ديت احنا بنتكلم ثمنها يعني على حسب طبعا كل محافظه وكل منطقه والثانيه، بس هي يعني انا عن نفسي انا جايبها ب 10 جنيه، ممكن تلاقيها في مكان ب 11 ب 12 معاك لحد 15 جنيه بالكتير قوي. فهتلاقي القصه كلها اصلا على بعض، السقايه بالمشترك بالخرطوم بتاعها، هتلاقي مثلا انت في الاخر هتعمل لك مثلا متر ولا مترين وتوزع فيه الكلام ده، هتلاقي في الاخر كلام عبيط. انت اصلا عندك انت بتتكلم في خط النبل، خط النبل اصلا لوحده احنا بنتكلم تقريبا النبل لوحده اصلا ده النبل بس غير القب بتاعه والماسوره، وبعدين الماسوره ثانيه تشيله وشياله، قصه طويله. انما دي سهله جدا، وانت عندك من هنا اهو، في من هنا هم العلقتين دول سهل جدا ان انت بتعلقهم في اي حاجه انت عايزها. اهي العلقتين دول كده اهو، ممكن بقى تعمل انت هنا زي سيخ تعلقوا فيه. انا عن نفسي كده كده هعلقها في الشبك على طول، وبقى كده لما نعلقها ان شاء الله باذن الله هنوريها لكم في الفيديو اللي جاي كده. تابعونا عشان خاطر نوريكم هي شغاله ازاي. سلام.